اهلا بكل مشاهدينا، حلقه جديده وتيجي نبنيها. كل سنه وكل مشاهدينا طيبين، يجعل ايامنا كلها دايما مناسبات سعيده وافراح واعياد. دايما بنحاول ان احنا نبقى موجودين معاكم، ودايما بنحاول ان احنا نتكلم في كل الحاجات اللي بتهمكم. دايما بنحاول نبنيها من النقط اللي احنا عندنا فيها فعلا ضعف وقصور عشان نقدر نحلها، ونقدر فعلا نبنيها بضمير ان شاء الله. واحده من اهم الحاجات اللي احنا بنحاول نتكلم عليها والمجتمع المدني بينفق فيها بسخاء جدا هي نقطة رعاية الأطفال ورعاية الأسر، وإزاي بيتم توفير أسر بديلة لأطفال لم يكن لهم الحظ زي باقي الأولاد إنهم ينشأوا في أسر، سواء كانت أسر سوية أو كان لم يتح لهم التواجد أصلا مع أسر من البداية. ضيفي النهارده أستاذ هاني محمد، مدير إدارة الأسرة والطفولة بإحدى الجمعيات الأهلية الكبيرة المهمة. شكرا ليك أستاذ هاني. اهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. شرفني ان انا معاكم النهارده. ميرسي ان حضرتك جيت لنا. خلينا نتكلم في البدايات قبل ما نتكلم عن نشاطات الجمعية، ونتكلم بصفة عامة. الأسرة والطفل في حقوق كثيرة الطفل مظلوم فيها. بالرغم انه مؤخرا احنا مضينا عدد محترم كبير جدا من الاتفاقيات. رئاسة الجمهورية اهتمت بقرارات جديدة تحاول انها تصلح بيها اوضاع الاطفال. عايزه واما اجي اتكلم معاك كده عن الاطفال، هنتكلم عن الاطفال بصفه عامه ولا عايز تقسمهم لي؟ اطفال متواجدين في اسر، اطفال لم يعني يكن لهم الحظ انهم يتواجدوا مع اسر، اطفال شوارع، قسمهم لي ولا عايز تتكلم بصفه عامه؟ تخصصي بالذات في موضوع اطفال مجهولي النسب. ده تخصصي اللي انا بقالي فيه كذا سنه، ويمكن انا اتشرف ان انا عضو لجنه في وزاره التضامن الاجتماعي، اللجنه العليا اللي هي بتخص الموضوع ده. فده يعني ده مجالي، فحضرتك اللي تحبيه انا تحت امرك. خلينا نبتدي طيب بالاطفال مجهولي النسب. اتشوهوا قوي في الدراما وتقدموا بصوره صعبه جدا، وبقى عندهم نوع من انواع العداء الناس كده لهذا الطفل. يعني حتى الكلمه اللي بنقولها باللغه الدارجه بتبقى سيئه جدا. يعني الطفل ده علشان يطلع سوي وعلشان يطلع تمام وعلشان يبقى متصالح مع نفسه ومع المجتمع، بنتعامل معاه ازاي من البدايات خالص؟ هو المفروض ان الطفل ده، يعني انا اسف ان انا اقول ان هو في الاول خالص بيتلاقى في الشارع. يعني هو الام اللي هي او الاب او حسب الحاله اللي بتحصل بيرموه في الشارع باي شيء كان بقى. يعني بيترمي بطريقه صعبه جدا، لدرجه ان انا اسف ان اقول ان ممكن يترمي في زباله، ففي مثلا كلب ولا حاجه يجي ياكلوا منه حته، يعني ياكلوا منه مناخير او عين او حاجه، بتبقى حاجه صعبه جدا. ودي طبعا احنا بنعاني، لان بعد ما بناخده بالحاله دي بيضطروا يعملوا عمليات وعمليات تجميل، ومثلا لو عظمه مكسر وهكذا. وطبعا يعني حتى مثلا مش بيرموه خلاص زي زمان في الافلام بيرموه جنب جامع، لا بيرموه عشان يخلصوا منه. فطبعا احنا بعد ما بنلاقي الطفل ده المفروض ان هو بيروح يتعمل له محضر في الشرطه، الشرطه تابع ليها، وبعد كده بيطلع له قرار نيابه، وبعد كده الجمعيه بتستلمه. انتوا كام جمعيه بتشتغلوا في هذا الموضوع تقريبا يعني؟ والله احنا جمعيات كتير قوي في المجال ده. يعني ممكن اقول لحضرتك لا يقل مثلا عن ده عدد كبير، يعني لا يقل عن 3 4000 جمعيه بيشتغلوا في مجال الاطفال الايتام. نعم. بس هو يعني احنا كجمعيه بالنسبه لنا احنا بنؤمن بحاجه واحده، اللي هي موضوع كفاله اللي هي في البيت. يعني شايفين البيئه الطبيعيه للطفل ده بدل ما يتحط جوه دار. احنا الحمد لله الدار عندنا يعني يقال ان هي دار 5 نجوم، بيصرف عليهم كويس جدا، كل الامكانيات متاحه، دكتور طب نفسي، دكتور اخصائي اجتماعي، كل حاجه. ومع ذلك برضه هو بيطلع عنده حاجه يعني نفسيه مش مظبوطه، ان هو عارف ان هو في الاخر ان هو ملوش، يعني مجهول النسب، ملوش اب ملوش ام. انا اسف الكلمه اللي بتتقال له دايما ابن حرام، ودي كلمه مش صعبه جدا ان هي تتقال حقيقي. مهما تعملي، فدي برضه بتفضل نقطه عنده ما بنعرفش ان احنا نعالجها خالص. انما لما بيروح لاسره بديله، والاسره البديله دي بيحكمها قوانين تبع وزاره التضامن الاجتماعي، دي بتبقى حاجه يعني بيئه طبيعيه ليه. الاسره دي محرومه من طفل، والطفل ده محروم من اب وام، فانت بتعملي عمليه تشبيك ما بين الاثنين. مجرد ما الاثنين لقوا بعض دي بتبقى حاجه حلوه جدا. يعني انا برضه الحمد لله الجمعيه عندنا مسلمه حوالي 3700 طفل الاسر البديله. 3700 طفل تحت سن كام؟ من اول سن يوم لحد، هو متاح لحد سن، يعني القانون بيقول لحد سن 16 17 سنه او 18 سنه زي ما القانون ما بيقول. انما هو المتعارف عليه ان الاسره بتستلم من سن يوم لحد 3 4 سنين، عشان يبقى الولد ان هو المفروض ان هو ايه، ما ادركش قوي ان هو طالع منين، عشان برضه ما يعرفش ان هو طالع من دار. الحته دي بتاثر فيه برضه، لو راح الاسره وهو عارف هو طالع منين برضه نفسيا بيبقى مش مظبوط. ما فرقتش كتير بقى.
الحمد لله الدوله برضه. اسفه قبل ما نوصل اتفضلي. لدور الدوله عايزه اسال بس في النقطه دي، الطفل وقتها بيبقى عارف ان هو فرد من الاسره، ولا عارف ان ما هو هو دي ضيف النقطه اللي كنت هقولها عنهم، لحضرتك. يعني عايزه ابقى هعرف كل الجهود الرسميه وكل الحاجات، بس خليني اتبع الاول خط سير كده الطفل. تمام. هو المفروض ان الاسره بتروح التضامن الاجتماعي، بتقدم طلب اسمه طلب كفاله في البيت، بيعملوا شويه اجراءات يعني جامده جدا عشان يتاكدوا ان الاسره دي فعلا اسره محترمه، وبيتاكدوا بالدخل. لازم انها تكون اسره، ما ينفعش تكون سنجل مادر او لا ام. هو برضه يعني من حوالي 3 سنين كان الدكتور علي مسلحي كان اياميها وزير التضامن الاجتماعي، وعمل قانون جديد اللي هو ممكن الارمله او المطلقه او الانسه تكفل طفل بس يبقى سنها 45 سنه. حاليا الدكتوره غاده والي بعد اللجنه اللي عملتها هنتكلم فيها بقى السن 30 سنه. يعني ممكن سيده عندها 30 سنه سواء ارمله او انسه او مطلقه تكفل طفل لوحدها مفيش مشكله، ما دام ليها دخل ثابت وليها عمل يعني. كويس قوي. طيب في حاله تزوجت بترجع الطفل، ولا لو كانت انسه مثلا؟ هو المفروض ان هي لو تزوجت هي بتقول ان انا مش هسيبه. وهو ده الحته بقى، يعني انا بقول ان نسبه النجاح في الموضوع ده 98%، نسبه الفشل 2%. 2% اللي هم ايه؟ زوج وزوجة اتخانقوا او اتطلقوا فالولد رجع. زي ما حضرتك قلت كده، سيده خدت طفل فاتجوزت فجوزها ما رضيش فقال لها لا فاضطرت ان هي ترجعه. دي النسبه الصغيره قوي اللي هي ممكن اقول عليها نسبه فشل، واعتقد 2% في الموضوع ما بعتبرهاش نسبه فشل. بس فالمفروض ان الطفل ده حاجه كبيره بالارقام، لكن هي حاجه كارثيه بالنسبه للطفل بالظبط طبعا يعني. لان هو بيبقى نفسيا يعني حالته مدمره. طبعا. المفروض ان هم بياخدوا الطفل ده عن طريق الشؤون وبيعملوا الاجراءات وكل حاجه، وبعد كده بيستلموه من عندنا مثلا من كرم الدار او من اي دار. وبعد لما بياخدوه المفروض ان هو بيبقى بيحطوا له بقى ده اللي اتعمل من دار الافتاء، انه يتحط له لقب العيله. من حقهم، ده مش شرع مش حرام يتحط لقب العيله. يعني مثلا هنفترض ان اسمي مثلا هاني محمد عبد الفتاح صادق مثلا، صادق ده لقب العيله فيتحط له هو في الاخر. ليه بقى؟ عشان يتقال له ان انت من العيله وان انت مثلا اهلك توفوا او عملوا حادثه فخدناك ربناك وهكذا. فده اصبح حل موقف ان هو ما يبداش يسال هو مين، لا ده انا من العيله خلاص هو اطمن على كده. فدي بتحل برضه حته طبعا جزء. ودار الافتاء اقر ده طالع يعني منشور من دار الافتاء بالموضوع ده، وده بيتطبق بقى له اكتر من 3 سنين. عظيم. برضه يعني حضرتك الدكتوره غاده والي من ساعه ما مسكت وزاره التضامن واهتمت جدا بالموضوع ده، فعملت لجنه اسمها اللجنه العليا للرعايه البديله، غيرت بعض القوانين في الطفل في الاسره والطفوله عشان خاطر برضه الاسر تقدر ان هي تكفل الاطفال دي، لان هي شايفه من وجهه نظرنا كلنا ومن وجهه نظرها ان هو لا المؤسسات دي مش بيئتهم الطبيعيه، ده ما ينفعش. المؤسسه دي بيبقى برضه بيحصل لهم مشاكل كتيره جدا وحضرتك يمكن بتسمع عنها. طبعا. واحنا غنى عن الموضوع ده، احنا عايزين اسر بديله. فاحنا فعلا اللجنه العليا دي هي برئاسه مستشار مجلس الدوله، يمكن اسمه محمد عمر القماري، وده راجل محترم جدا. ومعانا يعني ممثلين من وزاره الخارجيه والداخليه ومجلس القومي للامومه والطفوله ومن كذا جهه عشان خاطر الموضوع ده. يعني احنا كل الناس مهتمه حاليا بالموضوع ده. ويمكن برضو الحاجه اللي عملتها الدكتوره غاده والي بنشكرها عليها ان هي اهتمت بموضوع ان الاطفال كان الاول بيستلموا الاسره البديله سن 2 سنين. ودي كانت بتحرمهم شويه من حته موضوع جهاز من الرضاعه، يعني موضوع ان الطفل يتسلم بدري والاسره تاخده. ودي ممكن اشرحها لحضرتك بعدين ان هو ازاي يرضعوه فبقى محرم عليهم شرعا، غير لما ياخدوه 2 سنين. طب خلينا بس نقول النقطة دي، هناك أجهزة بتصرف للمرأة سواء بقى كانت متزوجة أو غير متزوجة، وحضرتك صلح لي، بتقدر إنها من خلال هذه الأجهزة تقوم برضاعة الطفل 3 رضعات 5 رضعات مشبعات 5 رضعات مشبعات، فهو كده يحرم عليها لانه هتبقى كده امه يعني. بالظبط. فهيبقى ما فيش بقى حرج التعامل في البيت وبتاع، هيبقى عضو من اعضاء الاسره. احنا برضه الاجهزه دي غاليه جدا، احنا استوردناها من بره وهي عندنا في الجمعيه بعدد الحمد لله كبير، واكثر من 1800 اسره جربوا الجهاز ده ونجح، وخدنا عليه برضه موافقه دار الافتاء ان برضه عشان يبقى محرم عليها شرعا سواء ولد او بنت. فلما كان الاول القانون بيقول ان الاسره تاخد الولد ده عن سن 2 سنين، وده كانت حاجه وحشه قوي، وبرضه الولد بيبقى كبير وبيتعب الاسره غير لما يبقى صغير ويرضعوه. فالدكتوره غاده والي اهتم بالموضوع ده لحد لما الحمد لله السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه طلع قرار جمهوري انه بعد كده الولد ده يبقى 3 شهور، منشور ان هو 3 شهور مش 2 سنين. وده كان طبعا حاجه من الدوله عظيمه جدا طبعا، انه يهتموا قد كده بالطفل ويهتموا بالاسره.
ان ما يحرموش الطفل ده انه يروح لاسره بديله، ويبقى كمان موضوع التحريم والشرع والكلام ده. فده كان حاجه الحمد لله يعني انا بالنسبه لي بشكر عليها السيد عبد الفتاح السيسي والدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي. اكيد. الطفل راح ووصل للاسره واطمنا عليه وسيبناه بقى وخلاص ومشينا، ولا بيحصل ايه؟ لا، هو ما بيسابش ويمشي ولا حاجه، برضه القانون بيحكم الحته دي ان الشؤون الاجتماعيه او التضامن الاجتماعي بيتابع الطفل ده لحد سن 21 سنه. بيحصل له زيارات دوريه، والزيارات دي المفروض ان هو بيبقى عارف ان الناس دي برضه قرايب ماما او من يعني عشان او اصحاب ماما، عشان خاطر ما يتقالش ان هم ما نبقاش عملنا ضيعنا اللي عملناه. بالظبط. ويبداوا يسالوا عليه ويعرفوا هو دخل مدرسه ايه، ولازم كل حاجه بتحصل له حتى لما يجي يخش المدرسه لازم يروح الشؤون يدوهم يعرفوهم وياخدوا منهم جواب، وهكذا كل تعاملاتهم حتى السفر، لو حبوا يطلعوا يعملوا عمره، يطلعوا يعملوا حج، سياحه، كل حاجه بجواب من عن طريق الشؤون الاجتماعيه او وزاره التضامن الاجتماعي. فلا، متابعه دقيقه جدا، ما بيسيبوش الطفل فعلا، دي حقيقه. لحد 21 سنه اول ما يطمنوا عليه خلاص. خليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل، نرجع تاني نسال استاذ هاني ماذا لو الطفل ما كانش مستريح، ايه اللي ممكن يحصل؟ خليكم معانا ونقابلكم بعد الفاصل. طوبة وابني مصر مكتوبة لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في جمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف والورايا. طوبة فوق طوبة لابني. هسمعك علمك عليك، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما تتبهى بينا. ابن مصر ده مين قده، مين ده اللي استاجر يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي علينا. هسمعك علمك عليك، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما تتبهى بينا. مصر ده مين قده، مين ده اللي استاجر يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي علينا. ابني طول ما في كمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ هاني، الولد رحتوا ولقيتوه بيتضرب اكتر مما ينبغي، هو اصلا ما فيش ضرب، بس يعني خلينا نتفق ان ما فيش ام فينا ايدها ما بتسلمش على ابنها كده ولا حاجه. يعني لقيته الطفل بيعامل بعنف، لقيته الطفل مضطهد من لو له اخوات اخرين، لو لقيته انه هو عنده مشكله وهم لا يستجيبوا ليها، ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا هتعرفوا الاول اصلا؟ هو الجمعيات يعني اي جمعيه او احنا ما بنتابعش الطفل ده، مش من حقنا، هو اللي بيتابع وزاره التضامن الاجتماعي مش الجمعيه. بس هم طبعا بيعرفوا، لان هم على الاقل مثلا كل شهر هم هناك وبيبداوا يتكلموا مع الطفل ويقعدوا اكنهم يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك قريب العيله ولا حاجه، وايه الاخبار عامل ايه وهكذا يعني. وبيبداوا ان هم حتى الى حد ما يحاولوا لو في اي مشكله. عايز اقول لحضرتك ان برضه الى حد ما ان هم برضه مدربين على الحته دي، ان هم برضه يعرفوا ازاي من الاسره دي نفسيا فيها حاجه مظبوطه ولا فيهم حاجه، فبيبداوا ان هم يستشفوا ده. ولو لقوا ان حاجه زي كده او الولد بيتضرب او الولد فيه حاجه حصلت مثلا في جسمه او مثلا حرق او الكلام ده، ما بيسكتوش طبعا، والاجراء بيتاخد على طول ان هو الولد ده بيتسحب فورا من الاسره دي، لان ده وكمان بره بقى الموضوع بتاعنا. الولد ده بيتسحب فورا، الولاد التانيين بقى اخواته اللي موجودين
اخواته اللي هم مش شرعيين. مش شرعيين. ممكن الوزاره تحاول توفر لهم؟ لا طبعا، ما نقدرش، ما عندناش ده في القانون. لا دي مش، دي تبع المجلس القومي للامم والطفوله، انما مش تبع وزاره التضامن الاجتماعي. فدي طبعا ما لناش اي علاقه بيها. انت عارفه طبعا العنف حاليا بقى كتير شويه حقيقي. وحتى يمكن بعض برضه الصور اللي حصلت لدور الايتام، العنف اللي بيحصل فيها والضرب والكلام ده، طبعا احنا بنرفض الكلام ده طبعا. وانا اتمنى برضه حضرتك يمكن قلتي في الاول موضوع الدراما، ان الدراما بس تهتم شويه بالجزئيه دي، حتى لما بتيجي تتكلم عن موضوع الاطفال والكفاله في البيت والكلام ده ما بتاخدش السياق اللي هو الصح. صح. لا هم بياخدوا كده بطريقه يعني حتى ما فيهاش اي حاجه بتخص القانون. انا اتمنى ان برضه ان صناع الدراما ان هم يهتموا بالحته دي ويقعدوا مع المتخصصين عشان يعرفوا ايه القانون بيقول ايه في الموضوع ده، وازاي الطفل ده بيروح للاسره دي، لان بيحكمها حاجات كتيره قوي. ودي للاسف حتى يمكن في مسلسل كان بيتكلم عن الموضوع ده في رمضان برضه بطريقه يعني سطحيه جدا، اللي هو دار الايتام، الاسره راحت خدت الطفل من دار الايتام ومشيت. هو ما بيحصلش كده طبعا، ما ينفعش. هو دار الايتام دي الاطفال اللي عندها دي مش ولادها في الاخر، هي اولاد وزاره التضامن الاجتماعي، مش تحت مسؤوليته، ما يقدروش يتصرفوا فيهم اصلا. بس طيب نيجي بقى نتكلم في ده طفل ربنا كرمه من وسع وقدر يتوفر له الاسره البديله والمناخ الاكثر صحيه او يعني صحه، وممكن يكون مشابه قوي للاسر الطبيعيه. في اطفال هم اقل حظا، ولكن في بعض الاحيان كتير بيبقوا اكثر حظا لما بيفضلوا في دور رعايه اطفال، بس بتكون بقى دور مهتمه بيهم، محترمه، بتاخد بالها منهم. الاطفال بنتعامل معاها ازاي؟ بنلاقي زيارات بتكتر في رمضان وبتكتر في اعياد وبتكتر في يوم اليتيم، وباقي السنه ما حدش بيجي. انا طبعا انا دي حقيقه، ويمكن احنا الجمعيه عندنا اللي عملت يوم اليتيم في مصر عشان الناس تهتم شويه بالاطفال ويعني زعلانه انا قوي على فكره من يوم اليتيم. بالعكس هو بيضغط عصبيا كان يوم اليتيم زي اي يوم، زي عيد الطفوله، زي يوم عيد الام. وبس هو كل الحكايه ان انا ما كنتش نقصد ان هو كمان اليتيم في الدار بس، لا ده اليتيم اللي جنب شقتك، اللي هو يعني هو ممكن يبقى جنب بيتك طفل يتيم، ما لازم تبص عليه وتشوفيه. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اليتيم انه كافر يتيم، ما كانش فيها اي مشكله ان هو يقول يتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم، فما فيش مشكله، احنا مش شايفين ان فيها مشكله، بالعكس انت بس بتعملي اظبط على الناس دي مهمله شويه. يمكن احنا عملنا برضه حاجه كده للعالم، نداء للعالم، ان كنا عملنا موسوعه جينيس، خدنا موسوعه جينيس، عملنا تحت سفح الهرم، جبنا 5000 طفل، بس دول ما كانوش ايتام، كانوا من مدارس، وعملوا نداء للعالم ان يعني لازم. ودخلتوا بيها موضوع خدنا فيها موضوع جينيس. لان احنا برضه مهتمين ان العالم كله، يعني هو حاليا بعض الدول العربيه عن طريق جامعه الدول العربيه، لان احنا بنعمل مؤتمراتنا هناك برعايه الامين العام، بداوا يعملوا اليوم اليتيم معانا وبيشاركونا وبيعملوا لنا دعوات، واحنا فعلا كذا دوله بيجوا هنا في يوم اليتيم. فهو بالعكس هو الموضوع لازم الاهتمام بالفئه دي بالذات، لان الفئه دي فعلا مهمله جدا. وطبعا انا عايز اقول لحضرتك ان هو برضه الجامعات المحترمه اللي انت قلتي عليها الى حد ما بتحاول تطلع فعلا ولد او بنت محترمين، دي حقيقه، تعليما كويس. يعني انا عندي فعلا اطفال كبار حاليا خلصوا جامعه سواء ولد او بنت، وفي اللي بيشتغل معانا في الجمعيه، في اللي هو خد مجال بره، هو يعني هو شايف ان ده مجاله. بيرجع بعدها يتطوع بوقته ولا بيبقى حاسس ان دي تجربه وانتهت وعايش؟ هو عايش معانا، هو ما سابناش، احنا ما بنسيبش اطفالنا غير لما نجوز او يتجوز ويعملوا مشروع وخلاص كده، وفي الاخر لو احتاجنا برضه بيرجع. فاحنا ما بنسيبش اطفالنا، بالنسبه لنا احنا كجمعيه بتاعتنا بنفضل معاهم على طول، والحمد لله يعني احنا يعني الحمد لله مطلعين اطفال كويسه جدا او شباب وشابات كويسين حاليا. بس برضه انا بقول ان الحته النفسيه ان هو في الاخر عارف ان هو ملوش اهل. يعني انا عايز اقول لحضرتك برضه مهما كان، انا عندي حاجه اسمها الامهات البديله اللي داخل الدار، دي امهات كلهم مؤهلات عليا وناس كويسين ومحترمين ومشرفات كويسين، بس في الاخر هم برضه بيتغيروا، الام دي بتتجوز. هي الامهات البديله كمان دي مشكله بتواجه يعني بيتغيروا على لان هم ما فيش استقرار. يعني بالزبط. انا اذكر ان انا كان في جنب بيتي انا شخصيا دار، يعني ما كانتش الام البديله ممكن ما تكملش الشهر، كان في الشهر الواحد يتبدل 3 و4 على الاطفال. ده نفسيا يعني بينعكس على الطفل، لان الطفل في الاخر كل ما يتعلق بحد ويبقى مرتبط بيه هي تسيبه وتمشي ويجي حد غيره، والحد الغير ده ممكن يجي يبقى هي مثلا برضه مش مؤهله قوي، على ما بنكتشف ده ومثلا وتمشي يكون هي برضه عملت اثار سلبيه على الطفل، فدي بتبقى مشكله.
فعشان كده ايماننا هو الاسره البديله. احنا شايفين ده افضل حاجه. ويمكن انا بنادي من ضمن برنامج بتاع حضرتك ان كل الجمعيات او اللي هي عندها دور ايتام يهتموا بالموضوع ده، لان برضه بعض الجمعيات ما بترضاش تسلم اسره بديله، هي عايزه تاخد الاطفال دي تربيها جوه الدار وتكبرهم وشكرا على كده. وبعد كده انا اسف بتبقى قنبله موقوته جوه الدار، لان اي تعثر مالي او حاجه في الدار الاطفال دي بتعمل مشاكل غير طبيعيه. يمكن احنا عندنا امثله موجوده حاليا يعني. فطبعا لا، انا شايف ان كل الجمعيات يا ريت ان هي تهتم بالحته دي، ان هي تطلع اطفالها الاسر البديله، ده حاجه مهمه جدا. طيب التعثر المالي بقى، حضرتك لسه بتقول التعثر المالي، الناس تساعده بايه؟ مش في ناس ما بتبقاش عندها القدره على الاستدامه في التبرع، بالظبط، فبتتبرع في المواسم زي ما بنقول، دخلة رمضان، العيد، يوم اليتيم، احنا خلاص في ايام جميله، وفي لبس العيد مثلا الناس تروح تاخد لبس وتتكل على الله كده، تروح على الدار ولا تكلمكم تقول يا جماعه انتوا عايزين ايه، محتاجين مني ايه؟ يعني الناس تعمل ازاي؟ هو بص حضرتك، يعني انا مثلا هتكلم عن مجال او عن الدار عندنا، احنا في عندنا قوانين او سيستم بيحكم الموضوع ده، عشان مش اي حد يخش الطفل او اي حد يتكلم معاه، لا احنا لازم نبقى عارفين الناس دي مين اللي جاي، ولازم يبقى في توقيت معين، ولازم يبقى في حد قاعد من عندنا اشراف او امهات يعني حاضرين القعده دي، عشان ما يحصلش اي يعني ممكن المتبرع يجي عايز ياكله، عايز يديله مش عارف بونبون، احنا الحاجات دي مش ضامنين هو جايب الحاجات دي منين، فلازم نبقى متاكدين ان الطفل ده مين اللي داخل يقعد معاه، عشان حتى من الناحيه برضه النفسيه. الحاجه الثانيه موضوع في بعض الجامعات طبعا حاليا متعثره ماديا جدا، لان برضه زي حضرتك قلتي التبرعات في المواسم بس، فهم حاليا بيبقوا يعني احنا من ضمن برضه النشاط بتاعنا ان احنا بنساعد الجمعيات دي كلها. يعني يمكن في النشاط مثلا بتاع رمضان احنا موزعين 200,000 كرتونه على مستوى الجمهوريه كلها. ففي الاضاحي بنوزع لحوم، في الشتاء بنوزع بطاطين وهكذا. برضه الجمعيات دي احنا مش سايبينها، احنا اي جمعيه بتطلب اي حاجه من عندنا احنا بنقدمها لها فورا. يمكن احنا بنساعد اكتر من 4 أو 5,000 جمعيه في مصر. فاحنا برضه يعني دي بالنسبه لنا احنا، بس انا شايف ان الناس تهتم شويه برضه بالجمعيات اللي هي تعبانه شويه، اللي هي الغلبانه، اللي هي ما حدش بقى يسال فيها. هو لو شايف اي ملحوظه عنده او اي حاجه فيها بتسوء للاطفال يا ريته يبلغ، يعني يبلغ وزاره التضامن. يعني الناس يا جماعه في هتلاقوا جنب بيوتنا كده دور ايتام فيها 4 أطفال و5 أطفال و6 أطفال، دول بيبقوا هم اكتر ناس، مش بضيع على لا طبعا، الكبيره لا خالص يعني اهتمام بكله، بس هو دول بتبقى ناس حقيقي محتاجه انها تكمل. صح. علشان وهو لو شايف بقول لحضرتك اي حاجه، بالاضافه ان انتم الجمعيات الكبيره بترعوا هذه الجمعيات الصغيره. طبعا ده من ضمن النشاط بتاعنا، احنا بنرعى الجمعيات دي. وانا برضو بقول ان اي متبرع بيخش دار ولقى حاجه مش مظبوطه بتحصل مع الطفل او حاجه مش مظبوطه جوه الدار، او التبرع بتاعه اللي هو تبرع بيه ده شاف ان هو ما راحش، ان هو لا لازم يبلغ وزاره التضامن الاجتماعي، موجود فيه حاجه اسمها التدخل السريع، يروح وزاره التضامن ده في العجوزه يبلغ، تليفونات موجوده، خطوط ساخنه، يتصل ويبقى مهتم ان هو ما يسكتش على اللي هو شافه ده، لان ده مهم جدا برضه. بس طيب ازاي نفرح الاطفال وازاي نحسسهم بفرحه وبهجه؟ ناخد لهم ايه الناس وهي رايحه؟ تاخد لهم بقى لبس والعاب، ولا تاخد لهم اكل، ولا تاخد لهم ايه؟ حضرتك انتوا عندكم ما بتحبوش احنا الحمد لله احنا عندنا كل الحاجات دي متوفره. بس برضه لو اتكلمنا عن الجامعات اللي هي يعني طبعا اللبس، وبالذات لو اللبس ده جديد بيبقى حاجه حلوه، الطفل بيفرح قوي باللبس ده بالذات في العيد زي ما حضرتك قلتي. لو هو بيجيب برضه اي مواد يعني غذائيه بيتبرع بيها للدار، عشان الطفل ده من حقه برضه ان هو ياكل، لان هو ممكن فعلا ما بقاش ان هو يعني ممكن ان هم يفطروا ويتغدوا، وممكن العشاء بيبقى حاجات، لان الدار هي امكانياتها كده. فطبعا لا، هم بيبقوا محتاجين لبس، محتاجين اكل، محتاجين فلوس، محتاجين حاجات كتيره جدا. وهو كل لما برضه يعني يزور بنفسه ويشوف الطفل ده محتاج ايه، يبقى ده اهتمام منه اكتر، لان هو عارف الطفل ده ارتبط بيه وهو عارف هو احتياجاته ايه. هو مثلا محتاج في المدرسه حاجه، محتاج يدفع له مصاريفه. طب على ذكر المدرسه بقى، عشان الموضوع ده لا نتطرق اليه خالص في الاعلام ولا في الدراما، الناس متخيله في البيت، ودي حاجه كان
كنا عملناها كده في البرنامج. الناس متخيله ان كل دار ايتام بتبقى لها مدرسه خاصه بيها مثلا او حاجه، لا. محدش متخيل خالص ان الاطفال بتروح مدارس عاديه خالص، مدارس طبيعيه طبعا. خالص، هم معاهم اسامي ثلاثيه ومعاهم شهادات ميلاد علشان يدخلوا المدارس. بالظبط. وكل دار بتدخل مدارس حسب امكانياتها، يعني في اللي بيودي مدارس حكومه وفي اللي بيودي مدارس خاصه ومدارس لغات، وكل حسب امكانيه الدار. بالظبط. فعندنا موسم جديد كمان ممكن نتبرع فيه لو احنا هنفضل ماشيين بثقافه المواسم دي، موسم المدارس. اطفال بتبقى نفسها تروح بجزمه جديده وشنطه جديده وملابس مظبوط. مدرسه جديده ومتطلبات المدرسه. صح، ده حقيقه. ده بيتم توفيره من قبل الدار ومن قبل الدور طبعا. واحنا يمكن حتى برضو عشان ما يتعرفش، يعني عندنا موضوع ان مثلا يروح بالباص بتاع الجمعيه فهو بيبقى مكتوب على اللوجو، لا ما ينفعش ان هو يروح بالباص وعليه اللوجو، لانه برضه لما يروح ما يبقاش عارف ان ده جاي من دار. برضه بناخد بالنا من الحاجات دي، مهمه جدا عشان نفسيا للولد ان هو رايح طبيعي جدا زيه زي اي ولد، ومبقاش ما حدش عارف هو ده ايه. يروح ازاي بقى؟ بالباص بتاعنا بس مش من غير مكتوب. لوجو. من غير لوجو، ده مهم جدا، لان اللوجو ده لو اغلب اطفالكم في مدرسه واحده او في مدرسه معظمها الحمد لله مدارس كلها لغات، ودي مش يعني مش مهم. لو في مثلا جامعات تانية برضه ما عندهاش مقدره بتودي حكومه، بس انا بس ارجو من الحته دي لان هم ممكن بيعملوا الكلام ده. لا انا قصدي انه الاطفال في نفس الدار بيبقوا محطوطين في نفس المدارس تقريبا او مدارس مساويه لبعض، بحيث ان هم نفسيا عارفين ان هم اخوات فبيروحوا نفس الاماكن يعني وهم هيستغربوا، عارفه هم ما بيقولوش ده في الدار، ما بيتكلموش مع حد في الحكايه دي. ما بيحاولوش، غير بقى لو في ارتباط جامد جدا ما بين مثلا الولد اللي عندنا او ولد تاني، ارتباط يعني هم اصحاب جدا، فممكن يحكي له، يبدا يتكلم معاه، عايز هو بيفضفض لحد صاحبه، يعني لان هو لا اكيد يعني ما مصدق طلع بره فلاقى واحد صاحبه ان هو يثق فيه ويتكلم معاه، غير كده لا طبعا. بيتعاملوا ازاي مع بعض في الدار؟ بص حضرتك، هو في لحد ما يعني لو اتكلمنا عن الجامعات عامه في مشاكل طبعا كتيره جدا، مشاكل في حاجات كتيره قوي. يعني انا اسف ان اقول في مشاكل من ناحيه الجنسيه ومشاكل في العنف ومشاكل كتيره قوي، وطبعا كل ده خطر جدا على الاطفال دي، لانه بيطلع جيل او زي ما انا قلت قنابل موقوته بتطلع علينا بعد كده، وبيطلع مرضوا منها اطفال الشوارع بعد كده. فانا لا يعني في اطفال بتتسرب من المؤسسات ومن الدور وتهرب وتطلع اطفال شوارع. هي اللي بتتسرب وبتهرب، ولا الدور لما بتواجهها مشكلات بتسرب الاطفال؟ الاثنين. ممكن يبقى الدار بيواجهها مشكله فمش عايزه الاطفال دي، وممكن الطفل ده من كتر المعامله او اللي هو شايفه جوه الدار بياخد بعضه ويهرب. طيب وطبعا خلينا نتوقف لحظات استاذ هاني فاصل ونرجع تاني نكمل النقطه دي، عشان النقطه دي ليها اكتر من بعد ولها اكتر من شق. خليكم معانا.